اللي يستهزئ بالسعر ويستهزئ بالمنتج مالتك. شوف الشخص من يريد يشتري بضاعة عبالك ما جاي يدفع لك فلوس حتى يشتري البضاعة، عبالك جاي يشلع قطعة من قلبه. ترى شباب هاي مو حيحة أحد ينطيها بسهولة، هاي فلوس ترى. والله أنا أقول يا شباب من تشترون فد بضاعة على مود ونستك، على مود نفسك، على مود قلبك، لا تستصعبها، دفع فلوس تمتع وتونس فيه. المهم لهذا تشوفه عنده مقاومة مخيفة على السعر، وبالأخص إذا المنتج جديد، وبالرغم من أنه أكو هواية قفاصين وكذابين بكل أسواق العالم وبالأخص بالعراق، طبعا حشا الطيبين، لهذا المخاوف تزداد أكثر عند الزبون. لهذا شوفه عنده مقاومة قوية كلش. قسم من ذول الناس اللي عندهم مقاومة هالقد هاي المقاومة عندهم عالية، فما يدرون شو يسوون، يستهزئون بك منتجك وسعرك وكل شيء يخصك. فأنت على باب الله أنت لا تضوج